يا مساء الورد والفل والياسمين. بكلم حضراتكم من إنجاز جديد على أرض الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لكل المصريين، وده اللي بيؤكد حرص القيادة السياسية على توفير العدالة الاجتماعية وإن كل المصريين يتمتعوا بحياة كريمة. اهلا بحضراتكم من قلب حدائق اكتوبر. النهارده حدائق اكتوبر شهدت فعاليه مهمه جدا 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 بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، اللي سلم مجموعه من المواطنين عقودهم الخاصه بالشقق بتاعتهم في اسكان كل او سكن لكل المصريين 14 اللي كان من حوالي 3 سنين. بعد 3 أو 4 سنين تقريبا اتحقق حلم المواطنين المصريين اللي قدموا على المشروع ده، مشروع في غايه الاهميه. هفرج حضراتكم على المكان وهوضح لحضراتكم في صور الشقه من جوه عامله ازاي. طبعا الوحدات اللي موجوده هنا 90 متر و75 متر. المكان والمدينه باكملها متخططه على احدث طراز. المدينه فيها كل المرافق، فيها كل الخدمات، فيها جوامع، كنائس، مدارس، كل حاجه موجوده. مجتمع جديد، مجتمع فعلا يؤكد ان الحمد لله رب العالمين الرؤيه الحكيم من القياده السياسيه ان المواطن البسيط خاصه في الاسكان الاجتماعي اللي هو ساكن لكل المصريين يتمتع بحقوق الحياه الكريمه في اي مكان يقدر يعيش فيه. حدائق اكتوبر الحقيقه من اكبر المدن. يمكن في اثناء اللقاء مع معالي الوزير والدكتوره مي عبد الحميد رئيس هيئه المجتمعات العمرانيه اكدوا ان الشغل الشاغل للدوله المصريه في المشروعات دي ان يحسسوا الناس بقيمه الحياه في مدينه متكامله الاركان زي دي. ويمكن معالي الوزير اكد لي ان ده مش مشروع بيوفر بس سكن للناس، لا ده بيوفر حياه كامله للناس. ولسه كمان التطوير اللي جاي في المشروعات اللي جايه زي الاسكان الاخضر. معالي الوزير بيقول ده هيبقى من ضمن الانجازات الجديده في مشروعات الاسكان اللي بتتمتع بالمقومات والتكنولوجيا العالميه المطبقه في اعظم واجمد الكومباوندات اللي موجوده في مصر، اللي بيتراوح يعني اسعارها ارقام خياليه. شوفوا بس كده الوضع على ارض الواقع. شوفوا يا جماعه الباركينج موجود الامامي والخلفي. تخيل هنا الامامي باصص على الباركينج والخلفي باصص على الجناين، يعني ما فيش حاجه هنا ما بتدخلهاش الشمس. كل الشقق هنا بتدخلها الشمس، كل الشقق هنا ما شاء الله داخل لها التهويه الجيده. مكان نظيف، المكان روعه. نتمنى يا رب ان كمان اهلنا هنا يحافظوا على المكان، وده طبعا يعني حاجه جميلة جدا جدا جدا. اي حد يتمنى الحقيقة يسكن هنا. ده الاسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين في مدينة حدائق اكتوبر زي ما حضراتكم شايفين على ارض الواقع. دي العمارات الجديدة اللي تم تسليمها النهاردة للمواطنين اللي حضراتكم شايفينها اللي عليها اعلام مصر. دي الوحدات اللي تم تسليمها من قبل معالي الوزير شخصيا المهندس شريف الشربيني النهاردة في مدينة حدائق اكتوبر. والله انا في قمة الروعة. اتمنى ان الواحد يكون عنده شقه في المكان الجميل والروعه ده. كل واحد مصري يتمنى ان يبقى عنده شقه في الاسكان اللي بتوفره الدوله المصريه بمختلف فئاته. يعني متخيلين يا جماعه المكان، حتى الجناين العامه، يعني انت عايز تتمشى، عايز تاخد كده جوله كده مع اهلك وحبايبك يشموا هوا نظيف، هتلاقي هنا حدائق، هتلاقي هنا مساجد، هتلاقي هنا ملاعب، هتلاقي هنا نوادي، هتلاقي هنا برجولات جميله زي البرجوله اللي هناك دي اللي تدخل فيها تشوف كل يعني المقاعد اللي عايز تقعد قدام العماره بتاعتك. ابنك لو نزل يلعب زي الاطفال اللي احنا شايفينها هناك دي تبقى مطمئن عليه تماما، قاعدين يلعبوا في الجناين طالعين من المدرسه مبسوطين. فالحقيقه حاجه في غايه الروعه. طبعا العمارات هنا زي ما احنا قلنا الوحدات السكنيه فيها 90 متر و75 متر ضمن مدينه حدائق اكتوبر. كل زملاء الاعلاميين كانوا موجودين النهارده عشان يغطوا الانجاز العظيم ده اللي الحمد لله الدوله بتسطره ما بين وقت للتاني لما بيكتمل مشروع خاص بالاسكان ومختلف فئاته بتسلمه الدوله على طول. بالمناسبه الشقه بتستلمها متشطبه تماما، الشقه بتستلمها على السكن. اتكلمت مع معالي الوزير في نقطه مهمه جدا كانوا بيعاني منها بعض الناس اللي بيستلموا الشقق بتاعه الاسكان الاجتماعي، موضوع السباكه، موضوع التشطيبات اللي هي بيبقى المفروض اي حد يستلم الشقه كما يقال بيعيد بعض التشطيبات. معالي الوزير اكد ان في توجيهات بالموضوع ده، ان لازم الشقه تبقى متكامله الاركان بحيث اللي يستلمها يحط عفشه على طول ما يبقاش فيه اي مشاكل فيها. ويمكن وجه كل الجهات المعنيه مع الوزير بتدارك هذا الامر ده بناء على كلام سيادته وتوضيح هذا الامر. فاتمنى يا رب كل التوفيق. وخدوا بالكم كل سلبيه بتظهر في مشروع
ده اللي صرح برضه بيه معالي الوزير والسيده مي عبد الحميد رئيس هيئه المجتمعات العمرانيه، بيتم تداركها في المشروع اللي بعده، بيتم تداركها في المشروع اللي بعده، بحيث ان كل المشروعات بعد كده ما يبقاش فيها ولو غلطه واحده، بحيث انها توفر كل الخدمات للساكن وكل حاجه تبقى موجوده. استاذ مصطفى صلاح بيقول نتمنى من حضرتك توصيل صوت سكان حدائق الاهرام الى سيادته. انا عايز اقول لحضرتك بقى يا استاذ مصطفى وكل الناس اللي تابعنا من حدائق الاهرام، وشاهد عليا المولى عز وجل، اقسم بعزه جلال الله ما في مسؤول في الدوله بلتقي بيه الا بتكلم عن حدائق الاهرام، وبكون همزه الوصل ما بين السكان وما بين المسؤولين، لدرجه ان المسؤولين لما باجي ارفع ايدي بالسؤال هيقول لك عارفين عاصم الشندويلي هيسال عن حدائق الاهرام. وده حصل والله العظيم في اللقاء يمكن اللي كان قبل اللي فات مع معالي محافظ الجيزه في الهيئه الوطنيه للصحافه، والسيد المهندس عبد الصادق الشرباجي رئيس الهيئه الوطنيه للصحافه، اول ما رفعت ايدي عشان اسال معالي المحافظ واتكلم معاه، فالمهندس عبد الصادق رئيس الهيئه الوطنيه للصحافه الراجل مسك المايك وقال انا عارف الاستاذ شندويلي هيسال على ايه، عن حدائق الاهرام. فالمحافظ نفسه قال انا عارف انه هيسال عن حدائق الاهرام. فدي حاجه انا افتخر بيها صراحه، الحمد لله رب العالمين. ويشهد المولى عز وجل ان كل مسؤول الواحد بيتقابل معاه بيلتقي بيه في حوار، حتى لو في دعوه رسميه، في اي محفل الواحد بيبقى متواجد فيه، في اي حفله، في اي مؤتمر، سواء نازل رسمي للتغطيه او نازل كمدعو، الواحد بيحاول يلتقي بكل المسؤولين وينقل نبض حدائق الاهرام ومشاكل السكان. والحمد لله رب العالمين يمكن تاريخنا طوال ال5 سنين اللي فاتوا شاهد على ده بفضل المولى عز وجل، ان احنا ما بنسيبش ولو حتى مشكله صغيره الا بنوصل صوتها، وبنسعى بشكل كبير جدا ان احنا يعني كل وعود ناخدها من الساده المسؤولين انها تطبق على ارض الواقع. وده دورنا كاعلام ان احنا نوصل الصوت، وان احنا نسعى بكل جهد ان احنا يكون عندنا لمسات جميله في المكان اللي احنا بنعيش فيه. الحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا ننجح في حاجات كتيره، لكن برضه الحدائق محتاجه اهتمام كبير جدا، وده اللي بوصله للمسؤولين. والحدائق محتاجه خدمات كتيره جدا، وفي مشاكل كتيره جدا، وملفات كتيره جدا جدا. انا شخصيا لو حضراتكم متابعين طبعا لخصتها ووضحتها لكل الجهات المسؤوله في مذكرات رسميه، وفي اللي هيتحقق منها حاجات كتيره جدا، وفي ملفات جاري الشغل عليها، وفي ان شاء الله باذن الرحمن يعني في التجهيزات للمتحف وفي احتفاليه المتحف اخذنا تاكيدات كده من بعض المسؤولين ان شاء الله ان هيبقى في حاجات كتيره الايام اللي جايه، وهعلن لكم عنها بس لما تبقى على ارض الواقع او قيد التنفيذ يعني، او يتم الموافقه الرسميه عليها. زي ما اعتدتوا ما بقولش خبر وما بقولش حاجه الا لما بتنفذ، الحمد لله رب العالمين. وما بنعملش حاجه الا لما بتكون بتنفذ، ما بنحبش نروج اشاعات، ما بنحبش نقول كلام هباء، الا الكلام اللي احنا بنسعى لتنفيذه وبنجد ان هو حيز التنفيذ فبنبشر الناس. فان شاء الله دايما بقول القادم افضل، وباذن الرحمن ربنا يجعل كده عبد الله سبب في كل خير يحصل لحدائق الاهرام والمنطقه الجيزه كلها ولاي مكان. والله ربنا عالم، الواحد بيسعى جاهدا ان لو في ايده اي خدمه يقدمها لاي حد ما بنبخلش بده، الحمد لله رب العالمين. فده ردا على سؤال الاستاذ مصطفى. سريعا كده قبل ما اقفل معاكم، مدينه حدائق اكتوبر حاجه في غايه الروعه، تحديدا الاسكان الاجتماعي اللي موجود هنا في المدينه، تحس ان انت في كومباوند من اجمل الكومباوندات الفاخره، تخطيط على اعلى مستوى، سفلته نتمنى وجودها في حدائق الاهرام. والله العظيم ده اللي انا قلته للساده المسؤولين والمعالي الوزير. نتمنى الحاجات دي.